فيلمنا النهاردة بيبدأ في غرب قارة أمريكا الشمالية، واللي بنشوف فيها قطيع من الخيول النادرة، وبتظهر ما بينهم فرسة وهي بتولد حصان شكله جميل. وبنشوف وقتها الحصان ده وبنعرف إن اسمه سبيريت، واللي بيظهر إنه متحمس جدا لاستكشاف العالم. وبعدها بنشوف سبيريت اللي بيفضل يجري مع قطيع الخيول، وكمان بيروح يلعب مع الخيول الصغيرة وهو سعيد ومبسوط. وبينبهر سبيريت جدا لما بيشوف قطيع التيران وهم بيشربوا من البحيرة، واللي بالرغم من ضخامة حجمهم ما بيكونش سبيريت خايف منهم. وكمان بيفضل يلعب مع الزعيم بتاعهم. وبتعدي الأيام وبيكبر سبيريت، وبنشوفه وهو بيتسابق مع صديقه النسر، وبالفعل بيقدر سبيريت إنه يتفوق عليه. وبنعرف وقتها إن سبيريت بقى هو قائد قطيع الخيول، وكمان بيكون هو المسؤول عن حمايتهم. وفي يوم من الأيام بيظهر أسد مفترس، واللي بيكون عاوز يصطاد الخيول الصغيرة اللي موجودة في القطيع. وفعلا بيبدأ الأسد إنه يطاردهم علشان ياكلهم، ولكن فجأة بيجي سبيريت وبيمنعه على آخر لحظة. وبيبدأ سبيريت إنه يهاجم الأسد بشراسة، وبعد معركة كبيرة بيقدر سبيريت إنه يوقع الأسد على الأرض، وكمان بيخوفه وبيطارده لحد ما بيخليه يهرب من مكان تواجد القطيع. وبسبب اللي حصل ده بتروح والدة سبيريت ومعاها باقي القطيع وبيحيوه على شجاعته. وبيظهر بعدها سبيريت وهو سعيد جدا بوجوده مع القطيع، واللي بيروح بالليل للخيول الصغيرة علشان يطمن عليهم ويتأكد إنهم في أمان. وفي الوقت ده بيلاحظ سبيريت وجود ضوء غريب جاي من الغابة، وبيقرر إنه يروح ناحيته علشان يستكشف مصدر الضوء ده. وبيتكلم سبيريت مع والدته وبيعرفها إنه هيروح في اتجاه الضوء علشان يعرف إيه اللي موجود هناك، وبيطلب منها إنها تفضل مع القطيع وبيسيبها وبينطلق. وفعلا بيجري سبيريت لحد ما بيوصل لمصدر الضوء، وهناك بيتفاجئ بمجموعة من الخيول اللي بيكونوا مربوطين في الشجر، واللي بمجرد ما بيشوفوه بيفضلوا يحذروه وبيطلبوا منه إنه يهرب بسرعة. ولكن للأسف ما بيسمعش سبيريت كلامهم، وبيبدأ إنه يستكشف المكان. وهناك بينبهر سبيريت لما بيشوف مجموعة من الصيادين وهم نايمين، وبيكون مستغرب جدا من شكلهم لأنه أول مرة يشوف بشر. وبالغلط بيخبط سبيريت واحد من الصيادين بالجزمة بتاعته، واللي بيصحى فجأة وبيصحي صديقه علشان يشوف سبيريت. وبينبهروا هما الاتنين لما بيشوفوا سبيريت لأنه واحد من الخيول النادرة جدا. وبيفضل سبيريت يستكشف كل المعدات بتاعتهم لحد ما بيصحي زعيم الصيادين، ولما بيحاول الزعيم إنه يمسكه بيجري سبيريت بسرعة علشان يهرب منه. فبيأمر الزعيم كل الصيادين إنهم يستعدوا، وفعلا بينطلقوا كلهم وبيجروا ورا سبيريت علشان يمسكوه. ولكن وقتها بيقدر سبيريت إنه يخدعهم وبيجي من وراهم وبيحرر كل الخيول واحد ورا التاني. وبيكمل سبيريت هروبه وبيفضل يجري بسرعة لحد ما بيوصل لمكان القطيع بتاعه، وهناك بيطلب سبيريت منهم إنهم يهربوا بسرعة من المكان. وبيرجع سبيريت تاني للصيادين وبيحاول إنه يشتتهم علشان يبعدهم عن القطيع. وفعلا بتنجح خطة سبيريت وبيخلي الصيادين يطاردوه، وبعدها بيدخلوا كلهم جوه جبل صخري، وهناك بيجري سبيريت على الصخور وبيهاجم الصيادين. ولما بيجي سبيريت وبيحاول إنه يهرب منهم، بيجي فجأة واحد من الصيادين وبيرمي عليه الحبل بتاعه وبيسحبه وبيوقعه على الأرض. ولما بيحاول سبيريت إنه يهاجمه، بيجوا باقي الصيادين وبيرموا الحبال بتاعتهم عليه وبيحوطوه من كل مكان. وللأسف ساعتها ما بيكونش سبيريت قادر إن هو يهرب منهم بسبب عدد الحبال اللي بيكون كبير جدا. وبعدها بيتفاجئ سبيريت لما بيشوف والدته ومعاها باقي القطيع وهم جايين علشان يساعدوه، ووقتها بيصرخ سبيريت فيهم علشان يهربوا بعيد وما يتمسكوش هم كمان. وفعلا بتتراجع والدته هي وباقي قطيع الخيول وبيهربوا، وبالرغم من إن الخيول اللي مع الصيادين بيكونوا عاوزين يساعدوا سبيريت إلا إنهم ما بيقدروش. وبعدها بيتجمعوا كل الصيادين وبيسحبوا سبيريت وبيمشوا، وفي الطريق بيظهر سبيريت وهو بيحاول إنه يهرب منهم، ولكنه للأسف ما بيقدرش إنه يعمل كده. وبيفضل سبيريت ينادي على صديقه النسر علشان ينقذه، ولكن للأسف ما بيقدرش النسر إنه يقرب منه بسبب الصيادين. وبعد فترة بنشوف الصيادين اللي بيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا لمعسكر كبير للجيش الأمريكي، وهناك بينبهر سبيريت من اللي بيشوفه في المعسكر، واللي بيكون موجود فيه عدد كبير من الجنود المسلحين، واللي كمان بيكونوا أسرين عدد كبير جدا من الخيول. وهناك بيحاولوا الجنود إنهم يسيطروا على سبيريت، ولكنه بيكون عنيد جدا معاهم وبيكون رافض الاستسلام ليهم. وقتها بيجي قائد المعسكر وبيضرب نار في الهواء علشان يخوف سبيريت، وبيقرب القائد منه وبيقول للجنود إنهم روضوا خيول برية كتير قبل كده، وإن الخيول كلها شبه بعض، وإن من السهل إنهم يروضوا حصان جامح زي سبيريت. وقتها بيتعصب سبيريت جدا وبيكسر عصاية القائد علشان يثبت له إنه مش خايف منه. وساعتها بيجوا الجنود وبياخدوا سبيريت وبيربطوه في مكان مخصص لتثبيت الأحصنة، وبيجي الحلاق علشان يحلق لسبيريت شعره، ولكنه بعدها بيتفاجئ بعضة قوية جدا منه. فبيتضايق الحلاق وبيطلب من الجنود إنهم يربطوه كويس، وفعلا بيبدأوا الجنود في تثبيت سبيريت، وبيبدأ الحلاق إنه يقصله شعره. ولما بيحاول الحلاق إنه يركب له حدوة بيخبطوا سبيريت جامد وبيوقعه على الأرض، فبيتعصب الحلاق جدا منه وبيخلي الجنود يربطوه من كل مكان. ولكن بعدها بيقدر سبيريت إنه
يحرر نفسه وبيخبط الحلاق اللي بيقع على الأرض وبيفقد الوعي. فبيجوا الجنود وبينقلوا سبيريت لساحة التدريب علشان يروضوه، وكمان بيركبوا له لجام علشان يعرفوا يتحكموا فيه. ولكن وقتها بيعاند سبيريت معاهم أكتر، وكل ما بيجي جندي وبيحاول إنه يروضه بيجري سبيريت بسرعة وبيطيره وبيوقعه على الأرض، وبيفضل سبيريت يوقع جندي ورا التاني، وما بيكونش في حد من الجنود قادر إن هو يسيطر عليه. وساعتها بينبهروا كل الخيول من اللي هم شايفينه وبيحيوا سبيريت وبيفضلوا يتفرجوا عليه وهم مبسوطين. ولكن وقتها بيظهر قائد المعسكر وهو متعصب جدا من اللي سبيريت بيعمله، وبيظهروا كل الجنود وهم خايفين جدا من إنهم يقربوا منه. وبيفضل سبيريت بعدها يطير الجنود واحد ورا التاني بره ساحة التدريب، وبعدها بيجري سبيريت بسرعة وبيخوف كل الجنود لحد ما بيوصل لقائد المعسكر اللي بيبان عليه إنه مش خايف منه. وفي الوقت ده بيطلب القائد من الجنود إنهم يربطوا سبيريت وإنهم يمنعوه من الأكل والمية لمدة 3 أيام. وفعلا بيروحوا الجنود وبيربطوا سبيريت في عمود موجود جوه ساحة التدريب، وبيفضل سبيريت يحاول محاولات كتير علشان يقطع الحبل ولكنه للأسف ما بيقدرش. وبالليل بيفضل سبيريت يبص للسما وبيبان عليه إنه مفتقد والدته والقطيع بتاعه جدا. وفي تاني يوم بيظهر على سبيريت إن هو جعان وعطشان جدا، وبيفضل يتفرج على قائد المعسكر وهو بيشرب مية. وفي الوقت ده بيجوا مجموعة من الجنود اللي بيكونوا قبضوا على شاب من قبائل الهنود الحمر، وبيعرفوا القائد إن الشاب ده كان بيسرق من الموارد بتاعتهم. فبيطلب القائد من الجنود إنهم يربطوه ويحرموه هو كمان من الأكل والمية. ووقتها بيستغرب سبيريت من شكل الشاب اللي بنعرف إن اسمه كيريك، واللي بيكون منبهر هو كمان من وجود حصان جامح زي سبيريت جوه المعسكر. وساعتها بيحاول كيريك إنه يلاعب سبيريت ولكنه ما بيدلوش أي اهتمام. وبالليل بيستغرب سبيريت لما بيسمع كيريك وهو بيعمل صوت غريب، وبيفهم سبيريت وقتها إن كيريك بيتواصل مع حد خارج المعسكر. وفجأة بتترمي سكينة من فوق السور وبتقع جنب كيريك اللي بيقرب رجله منها وبيقدر إنه ياخدها قبل ما حد يشوفه. وبعد شوية بيستعدوا الجنود علشان يروحوا يحموا السكة الحديد من هجمات قبائل الهنود الحمر. ووقتها بيسألهم القائد إذا كان عدى 3 أيام على حرمان سبيريت من الأكل والمية، وفعلا بيكون عدى 3 أيام على سبيريت وبيبان عليه التعب جدا. وساعتها بيبدأ القائد في ترويض سبيريت اللي بيحاول إنه يوقعه هو كمان، وبيفضل سبيريت يجري وبيتحرك بسرعة وبيخبط في الجدار علشان يوقع القائد. ولكن سبيريت ما بيكونش قادر إنه يوقعه لأنه ما أكلش بقاله 3 أيام. وفجأة بيقف سبيريت عن الحركة لأنه بيبقى فقد قوته وما بيكونش قادر إن هو يكمل جري. وساعتها بيظهر على القائد إنه سعيد جدا لأنه قدر يروض سبيريت، وبيفضل القائد بيتفخر من سيطرته على سبيريت قدام الجنود، وبيفكرهم إنهم لازم يكملوا السكة الحديد وإنهم علشان يكملوها محتاجين لعدد كبير من الخيول. وبيأكد لهم القائد إنهم لازم يقضوا على قبائل الهنود الحمر، وبيعرفهم إنهم بالعقاب والوقت هيقدروا يروضوا أي حصان. وفي الوقت ده بيتعصب سبيريت جدا من كلام القائد وبيسحب اللجام من إيده وبيجري بسرعة وبيطيره وبيوقعه بعيد. وبسبب اللي حصل ده بيفرحوا كل الخيول وبيحيوا سبيريت على شجاعته، وبينبهر كيريك هو كمان من شجاعة وإصرار سبيريت. فبيتعصب القائد وبيطلع المسدس بتاعه وبيوجهه ناحية سبيريت، وساعتها بيقف سبيريت بإصرار وما بيكونش خايف منه. وقبل ما القائد يقتله بيحرر كيريك نفسه وبيهاجم القائد وبيتعلق بسرعة في سبيريت، واللي بياخده وبيجري وبيروح يحرر باقي الخيول. وبيضرب كيريك واحد من الجنود وبياخد السلاح بتاعه، فبيجري سبيريت وبيدخل الاسطبل اللي موجود فيه كل الخيول، وهناك بيستخدم كيريك السلاح اللي معاه وبيكسر القفل، وبيخرج هو وسبيريت ووراهم كل الخيول وبيكملوا كلهم جري وبيخرجوا من المعسكر وبيتفرقوا عن بعض. وبيكون سبيريت سعيد جدا لانه بكده هيقدر انه يرجع للقطيع بتاعه من تاني. ولكن وقتها بيصفر كيريك وبتظهر الفرسة بتاعته اللي اسمها رين، وبيركب كيريك على ظهرها وبييجوا 2 من اصدقائه وبيرموا الحبال بتاعتهم على سبيريت اللي بيتضايق لانه وقع في الاسر من تاني. وبعدها بيوصل كيريك واصدقائه للقبيلة بتاعتهم ومعاهم سبيريت اللي بيحبسوه في حظيرة. وساعتها بيقرب كيريك منهم وبيشيل اللجام اللي كان مضايقه، وبيصحى سبيريت تاني يوم وبيفرح لما بيلاقي تفاح محطوط جنبه علشان ياكل منه. وفي الوقت ده بيلاحظ سبيريت وجود رين واللي بيكون منبهر جدا بيها وبيحاول انه يلفت انتباهها ولكنها ما بتديلوش اي اهتمام. فبيتضايق سبيريت لما بيشوفها بتلعب مع كيريك ومبسوطة جدا معاه. وبعدها بيرجع كيريك اللي بيحاول انه يروض سبيريت ولكنه بيفشل، وساعتها بيتريقوا اصدقاء كيريك عليه وبيجري سبيريت وراه لحد ما بيخرج كيريك من الحظيرة. فبتجري رين وبتبدأ انها تتخانق مع سبيريت علشان تنقذ كيريك، ووقتها بتيجي فكرة لكيريك وبيربط رين مع سبيريت وبيطلب منها انها تهديه وبيفتح لهم باب الحظيرة. فبيفرح سبيريت جدا وبيجري بسرعة علشان يرجع للقطيع بتاعه، ولكن وقتها رين بتمنعه وبتقعد على الارض علشان ما يهربش بعيد، وبتلف رين الحبل حوالين سبيريت وبتوقعه. فبينبهر بيها سبيريت اكتر وبيفضلوا يتمشوا سوا وبتعرفوا رين على اهل القبيلة وعلى الناس اللي عايشين فيها. فبيستغرب سبيريت من المعاملة اللطيفة اللي البشر بيعاملوها للخيول بتاعتهم على عكس الجنود اللي في
المعسكر. وفي الوقت ده بتيجي بنت صغيرة وبتلعب مع سبيريت اللي بيواسيها لما بتقع علشان ما تعيطش، وبيروح سبيريت هو ورين علشان ياكلوا، وبيلاحظ انها عاوزة تاكل تفاحة من على الشجرة، ولكنها للأسف بتكون بعيدة وما بتكونش رين قادرة انها توصل لها. فبينط سبيريت وبيجيب التفاحة وبيديها لها، ولكن رين ما بتاكلهاش لوحدها وبيتشاركوا هما الاتنين فيها، وبيبان عليهم انهم اعجبوا ببعض اكتر. وبعدها بنشوف سبيريت وهو بيلعب مع كيريك اللي بيكون عاوز يروضه ولكنه ما بيعرفش. ساعتها بيروح سبيريت وبيقنع كيريك انه موافق ان هو يمتطيه، ولكن لما كيريك بيحاول انه يركب على ظهره بيخدعه سبيريت وبيوقعه على الارض. ووقتها بيضحكوا اصدقاء كيريك وبيفضلوا يتريقوا عليه، وساعتها بيتضايق سبيريت وبيخوفهم هما كمان وبيوقعهم بره الحظيره. وبيقرب من كيريك علشان يواسيه، فبيقول له كيريك انه مش هيحاول يمتطيه تاني. وبعدها بنشوف كيريك وهو بيفتح باب الحظيره علشان يطلق سراح سبيريت وبيطلب منه يمشي، ولكن سبيريت بيكون مستغرب جدا من اللي كيريك بيعمله. وفي البدايه بيكون سبيريت متردد انه يمشي وبيبص لكيريك باستغراب، لكنه بعدها بيخرج من الحظيره وبيودع كيريك وبينطلق لحد ما بيوصل لرين، واللي بيعرفها انه بقى حر وبيطلب منها انها تروح معاه للقطيع بتاعه. ولكن رين بترفض انها تروح معاه وبتكون عاوزه تفضل مع كيريك والقبيله بتاعته. وفجاه بيحسوا هما الاتنين بحركه الخيول وبيشوفوا الجنود من بعيد وهم رايحين يهاجموا القبيله، فبيجري سبيريت هو ورين بسرعه ناحيه القبيله علشان يساعدوا اهلها، واللي بيكونوا بيحاربوا الجنود بشراسه رغم بساطه اسلحتهم. وساعتها بيركب كيريك على ظهر رين وبينطلق علشان يهاجم قائد المعسكر، ولكن القائد بيضرب نار على رين اللي بتقع هي وكيريك في النار. ولما بيتشبث كيريك بالصخور بيوجه القائد سلاحه ناحيته علشان يموته، ولكن ساعتها بيتدخل سبيريت وبيوقع القائد من على الحصان بتاعه علشان ينقذ كيريك. وبيجري سبيريت بسرعه علشان يلحق رين لان طيار الميه جرفها بعيد، وبينطلق سبيريت بسرعه وبينط في الميه وبيحاول يقرب من رين علشان ينقذها. وبالفعل بيقدر سبيريت انه يوصل لها وبيعافر عكس الطيار، لكن ضغط الميه بيكون اقوى منه وما بيقدرش سبيريت انه يخرج بيها بره الميه لحد ما الطيار بيسحبهم وبيقعوا هما الاتنين من فوق الشلال. وبعدها بيطلع سبيريت من الميه وبيجري ناحيه رين اللي بتكون موجوده على الشط، وبيعرف سبيريت ان رين مصابه ومش هتقدر تتحرك، فبيقرب سبيريت منها وبيفضل نايم جنبها طول الليل وهو حزين. وبعدها بيوصلوا الجنود لمكان سبيريت وبيقبضوا عليه وبيسيبوا رين لانها مصابه واكيد هتموت. وساعتها بيفضل سبيريت يقاومهم وبيعافر لانه مش عايز يسيب رين لوحدها، لكنه في النهايه ما بيقدرش. وبيفتكر سبيريت ان رين ماتت لما بيشوفها وهي بتفقد الوعي وبيستسلم وبيروح مع الجنود. وبعد ما بيمشوا بيجي كيريك وبيروح لرين وبيطمن عليها وبيكون حزين على اللي حصل لسبيريت، وبيقرر ساعتها انه هيروح وراهم علشان ينقذ سبيريت زي ما هو انقذ حياته. وبعدها بيظهروا الجنود وهم بيركبوا سبيريت في القطر اللي موجود فيه الخيول بتاعه قبيله الهنود الحمر، واللي اول ما بيشوفوه بيفرحوا جدا، لكن سبيريت بيكون حزين لانه بيكون معتقد ان رين خلاص ماتت. وبنشوف بعدها القطر وهو بيتحرك واللي بيكون موجود فيه كل الخيول والمعدات، وبيظهر سبيريت وهو فاقد الامل لاول مره لانه بيكون مشتاق للحريه ورجوعه لوالدته والقطيع بتاعه. وبعد شويه بيقف القطر في محطته وبيروحوا الجنود وبيخرجوا سبيريت وباقي الخيول اللي معاه، وبيكون سبيريت مستغرب جدا ومش عارف السبب من وجودهم في المكان ده، ولكنه بعدها بيسمع البشر وهم بيتكلموا وبيفهم منهم انهم محتاجين الاحصنه علشان يسحبوا عربه القطر. ومن ناحيه تانية بيستعد كيريك وبينطلق علشان يحرر سبيريت ويرجع بيه للقبيله. وساعتها بيكون الجنود ربطوا سبيريت وكل الاحصنه علشان يسحبوا عربه القطر اللي هيعدوا بيها من فوق الجبل، وبتبدا الاحصنه انها تسحب القطر لحد ما بيوصلوا لقمه الجبل. وقتها بيشوف سبيريت خط سير القطر وبيفهم انه متوجه لمكان تواجد القطيع بتاعه، وساعتها بيقف سبيريت وما بيرضاش يتحرك وبيلاحظ ان القطر هيتراجع لو كل الخيول ما سحبتوش. فبتيجي لسبيريت فكره وبيمثل انه مات، وده بيخلي الحراس يفكوه من السلاسل علشان ما يعطلش حركه القطر. وقتها بيستغل سبيريت الفرصه وبيحرر نفسه وبيهاجم الحراس وبيحاول انه يكسر السلاسل اللي مربوط فيها الخيول، وفعلا بيكسر سبيريت السلسله منهم وبيحرر مجموعه من الخيول، وبيروح على السلسله التانيه وبيكسرها هي كمان، وبكده بيكون سبيريت حرر كل الخيول وبيطلب منهم يهربوا بسرعه. وبنشوف القطر وهو بيتراجع رغم محاولات البشر في انهم يثبتوه في مكانه، وقبل ما يهرب سبيريت بيربطوه مجموعه من الجنود بسلسله ولكنه بيضربهم وبيهرب منهم. وبيشوف سبيريت القطر وهو خلاص هيقع عليه، فبينزل سبيريت بسرعه من على الجبل وبيقع القطر وراه، وبيكون القطر قريب جدا منه واللي بيطير في الهواء وبيكون خلاص هيقع عليه، ولكن سبيريت بيقدر انه يتفاداه وبيفضل يجري لحد ما بيخبط القطر في القطر التاني وبيحصل انفجار كبير بين القطرين، وبنشوف حريق كبير جدا في الغابه. وبيكون سبيريت فخور جدا باللي هو عمله وبيفضل يجري في الغابه اللي بتكون على وشك انها تتحرق بالكامل، ولكن وقتها بيجري سبيريت وللاسف بتتعلق السلسله بتاعته في جذع شجره، وبيكون سبيريت عاجز عن انه يحرر نفسه من السلسله، وقبل ما النار توصل له
بيظهر كيريك وبيحرره، وبيجروا هما الاتنين بأقصى سرعة وبينطوا هما الاتنين في النهر، ووقتها بيفقد سبيريت الوعي. وبعد ما بيفوق سبيريت بيعرف ان كيريك هو اللي انقذه وكمان جاب له تفاح علشان ياكله. وبيلاحظ سبيريت ان كيريك موجود على ضفة النهر، فبيقرب سبيريت منه وبيزقه في المية، وبيفضلوا يلعبوا سوا هما الاتنين. وبيكون سبيريت سعيد جدا بوجود كيريك لانه ما تخلاش عنه وجه علشان ينقذه، وبيقرب منه وبيحضنه. وفجأة بيوصل قائد المعسكر ومعاه مجموعة من الجنود وبيضربوا نار عليهم، وساعتها بيحاول كيريك انه يجري ولكنه بيقع على الارض. فبيرجع سبيريت بسرعة علشان ياخده ويهربوا سوا، وبيفضل القائد يطاردهم لحد ما بيوصلوا لمنطقة جبلية وبيدخلوا فيها. وهناك بيمسك كيريك عصاية من الارض وبيعلقها بين الصخور، وبيقع واحد من الجنود في الفخ بتاعه، اما الجندي التاني اللي كان بيطارده فبيتخبط في صخرة وبيقع. وبنشوف سبيريت اللي بيقع في على اخر لحظة قبل ما يقع من على حافة الجبل، وبيساعد كيريك انه يضرب واحد من الجنود. وبيكمل سبيريت جري لحد ما بيطلع فوق الجبل، وبيتفاجئ ان مفيش طريق يقدروا يهربوا بيه من الجنود. وبالرغم من كده بيقرر سبيريت انه ينط للجانب التاني من الجبل واللي بيكون بعيد جدا عنهم. ولكن وقتها بيصمم سبيريت وبيستجمع شجاعته وبينطلق باقصى سرعة وبينط في الهواء علشان يوصل للجانب التاني. وبينبهر القائد هو وباقي الجنود اللي معاه لما بيشوفوا سبيريت وهو طاير في الهواء. وفعلا بيقدر سبيريت انه يوصل للجانب التاني وبيكون فخور جدا باللي هو عمله. وساعتها بيوجه جندي من الجنود السلاح بتاعه ناحية سبيريت علشان يقتله، ولكن وقتها بيتدخل قائد المعسكر وبيوقفه، وبيظهر لسبيريت احترامه للإصرار بتاعه وبيتراجع هو والجنود اللي معاه. فبيفرحوا سبيريت وكيريك جدا وبيرقصوا وهم مبسوطين. وبيركب كيريك على ظهر سبيريت وبينطلقوا بأقصى سرعة لحد ما بيوصلوا لقبيلة كيريك. وهناك بيبان الحزن على سبيريت لما بيفتكر رين، ولكن فجأة بيصفر كيريك وبتخرج رين من القبيلة، فبيفرح سبيريت جدا لأنها لسه عايشة. وبيجري سبيريت في اتجاه رين وبيقربوا هما الاتنين من بعض وبيرقصوا وهم مبسوطين. وبيرجعوا بعدها لكيريك اللي بيحضن رين وبيقول لها ان هو هيفضل فاكرها مهما حصل. وبيطلب كيريك من سبيريت انه يهتم بيها وما يزعلهاش ابدا، فبيقرب منه سبيريت وبيحضنه وبيودعوا سبيريت هو ورين وبينطلقوا. وبيكون سبيريت سعيد جدا وبيحيي كيريك لانه هو السبب في حريتهم. وبيفضلوا سبيريت ورين يجروا لحد ما بيقابلوا النسر اللي بيكون سعيد انه شاف سبيريت من تاني. وبعدها بيوصل سبيريت للقطيع بتاعه اللي بيحيوه وبيكونوا مبسوطين جدا برجوعه. وبيحضن سبيريت والدته اللي بتفرح لما بتشوفه، وبينطلق هو وباقي القطيع بكل حرية. فيلمنا النهارده بيبدأ في أكبر سيرك موجود في قارة أمريكا الشمالية، واللي بنشوف فيه عرض استعراضي للخيول مع واحدة جميلة اسمها ميلا، واللي بيكون معاها زوجها اللي اسمه جيم وبنتهم الصغيرة اللي اسمها لاكي. واللي بنشوفهم وهم قاعدين وسط الجمهور وبيتفرجوا على استعراضات ميلا بالحصان بتاعها. وبيظهر جيم وهو مبسوط جدا بعرض زوجته ميلا. وكمان بنشوف لاكي اللي بتفضل تاكل من طبق الفراولة اللي قدامها بنهم شديد، وبنعرف إنها بتحب الفراولة جدا. وفي الوقت ده بتعمل ميلا حركة استعراضية خطيرة، ولكنها للأسف بتقع بالحصان بتاعها وبتموت قدام زوجها وبنتها. فبيتصدم جيم من موت زوجته، وبنعرف وقتها إن جيم اتعقد من الخيول وبقى بيكرهها جدا بسبب اللي حصل لزوجته ميلا. وبنشوف بعدها جيم اللي بيستصعب مهمة تربية بنته لاكي لأنها لسه صغيرة، وبيقرر إنه يسيب مهمة تربيتها على أخته كورا ووالده جيمس. وبيسافر جيم لبيته القديم وبيبعد عن بنته نهائيا، وبيرجع تاني لشغله في السكة الحديد لأنه بيكون حابب يعتمد على نفسه بعيدا عن نفوذ والده. وبعد مرور سنين كتير بنعرف إن لاكي اتربت في بيت جدها جيمس لحد ما كبرت وبقى عندها 10 سنين. وبتكون لاكي عايشة وحيدة بعد ما والدتها ماتت ووالدها تخلى عنها. وفي يوم من الأيام بنشوف لاكي وهي قاعدة بتلعب مع سنجاب صغير في أوضتها، وفي الوقت ده بتدخل عليها عمتها كورا وبتطلب منها تبطل شقاوة، وبتقول لها إنها لازم تذاكر دروس الفيزياء بتاعتها، وبتعرفها إن الجد جيمس داخل على انتخابات لمنصب محافظ البلدة. وبتكمل كورا كلامها لاكي وبتحاول تفهمها إنها لازم تظهر بمظهر لائق قدام الناس وتبطل شقاوة علشان يعدوا مرحلة الانتخابات دي على خير. فبتشتكي لاكي لعمتها كورا وبتقول لها إنها حاسة بملل شديد لأنها ما عندهاش أصدقاء، وإنها كمان ما بتخرجش خالص من البيت. وبتكمل لاكي كلامها وبتسأل عمتها عن فايدة دراستها للفيزياء اللي بتتعلم فيها قياس سرعة القطار مع حساب المسافة. وبتحاول لاكي تفهم عمتها كورا إن كل المعلومات اللي هي بتدرسها دي ملهاش أي لازمة. وبالرغم من إن لاكي ما بتكونش مقتنعة بالدراسة إلا إنها بتضطر تذاكر المواد بتاعتها. وفي الوقت ده بيدخل عليهم الجد جيمس
وبيطلب من كورة إنها تربط له الكرافتة بتاعته، وده لأن في وفد مهم جدا من المسؤولين والمصورين والصحفيين جايين علشان يصوروا لقاء معاه. وبيبدأ الجد جيمس يشرح لكورة عن الوفد ده وبيقول لها إنهم جايين علشان يعرفوا منه برنامجه الانتخابي وبيسألوه بعض الأسئلة عن حياته. وبيقرب الجد جيمس من كورة وبيكلمها بصوت واطي وبيقول لها إنه قلقان جدا من إن لاكي تبوظ اللقاء بتاعه وتحرجه قدام الضيوف، ولكن وقتها بتطمنه كورة وبتقول له إن لاكي هتكون مطيعة جدا وإن مستحيل تحرجه قدام حد. فبيطمن الجد جيمس وبيخرج من الأوضة هو وكورة، وساعتها بيرجع السنجاب للأوضة مرة تانية فبتشوفه لاكي وبتحاول إنها تمسكه، ولكن وقتها بيهرب السنجاب وبيفضل يجري منها وبيبهدل الأوضة، وبينط السنجاب من الدور العلوي وبينزل لتحت، فبتنط لاكي وراه وبتحاول إنها تمسكه. وفي الوقت ده بيوصل الجد جيمس عند باب البيت وبيكون معاه وفد من المصورين والصحفيين، واللي بمجرد ما بيدخلوا البيت بيتفاجئوا بلاكي اللي بتكون متعلقة من رجليها في حبل نازل من السقف، وكمان بيقع عليهم برواز كبير وبتتقطع الصورة بتاعت الجد جيمس اللي كانت فيه. وفجأة بينط السنجاب وبيمسك في وش الجد جيمس، وساعتها بيروحوا المصورين بسرعة وبيصوروا اللقطة دي، وبتنزل بعدها الصورة دي مع الخبر اللي بيكون موجود أول صفحة في الجرايد. وبسبب اللي حصل ده بنعرف إن الجد جيمس اتضايق جدا من لاكي وقرر إنه يبعتها مع عمتها كورة علشان تعيش مع والدها جيم. وفعلا بنشوف كورة ولاكي وهم مسافرين بالقطر علشان يروحوا الجيم، وفي القطر بتفضل كورة تتفرج على صورة الجد جيمس في الجرايد، وبيظهر وقتها على لاكي إنها متضايقة جدا لأنها راجعة لوالدها اللي اتخلى عنها زمان. وبتقول لاكي لعمتها كورة إن والدها جيم ما سألش عنها نهائيا خلال ال10 سنين اللي فاتوا، وإنها متضايقة جدا لأنها حاسة إن جدها بيعاقبها بقرار رجوعها لوالدها. ولكن وقتها بتطمنها كورة وبتقول لها إنهم هيقضوا عند جيم فترة الصيف بس على ما يكون جدها خلص فترة الانتخابات دي وبعدها هيرجعوا له تاني. وبتكمل كورة كلامها وبتدافع عن جيم وبتقول للاكي إن هو كان غصب عنه وإنه كان مضطر يسيبها زمان لأنه وقتها ما كانش هيقدر يتحمل مسؤوليتها، وإن القرار ده كان قرارهم كلهم بالمشاركة مش قرار جيم لوحده. فما بتهتمش لاكي بكلام عمتها لأنها بتكون واثقة إن والدها كان قاصد يتخلى عنها. وبعد شوية بتقوم كورة وبتسيب لاكي علشان تجيب حاجة تشربها من المحطة، وفي الوقت ده بتفتح لاكي شباك القطر وبتشوف حصان بري شكله نادر ومميز جدا، واللي بيفضل يتسابق مع القطر وبيكون وراه قطيع من الخيول البرية واللي بيبان عليهم إن هم عيلته وعشيرته. فبتنبهر لاكي جدا من شكل الحصان اللي بيحرك جواها إحساسها وحبها اتجاه الخيول اللي ورثته عن والدتها ميلا. فبتخرج لاكي من عربة القطر وبتفضل تتنقل من عربية للتانية علشان تلحق الحصان والقطيع بتاعه لأنهم سبقوا القطر. ولكن بعدها بتتفاجئ لاكي بعمتها كورة وهي راجعة، وساعتها بتنط لاكي من شباك القطر وبتمشي على حافة العربة من بره بحذر شديد. ولما بتلاحظ كورة غياب لاكي وبتشوفها من شباك القطر بتترعب جدا وبتتخض عليها وبتجري بسرعة على آخر عربة في القطر علشان تنقذها. ومن ناحية تانية بتقدر لاكي إنها توصل لآخر عربة في القطر، وهناك بنشوف لاكي وهي بتتفرج على الحصان وباقي قطيع الخيول. ووقتها بيقرب الحصان من لاكي اللي بتقرب منه هي كمان علشان تلمسه، ولكن فجأة بتفقد لاكي توازنها وبتكون خلاص هتقع. وساعتها بيجي شخص غريب اسمه هندريكس وبيقدر إنه ينقذ لاكي على آخر لحظة. وبيبدأ هندريكس يحذر لاكي وبيقول لها إن الخيول البرية دي خطر جدا. وفي الوقت ده بتيجي كورة وبتشكر هندريكس على إنقاذه للاكي، وبتروح كورة تاخد لاكي وبيرجعوا تاني للعربة بتاعتهم. وبعد شوية بيوصل القطر للمحطة وبتظهر لاكي وهي متضايقة جدا لأن والدها مهتمش إنه يستقبلهم في المحطة. ومن ناحية تانية بنشوف هندريكس وهو نازل من القطر ومعاه عصابته، واللي بيقول لهم إنه شاف قطيع من الخيول البرية موجودين قريب من المنطقة هنا، وإنهم ممكن يصطادوهم ويبيعوهم وبتمنها هيقدروا يجيبوا تذاكر للقطر وهم راجعين، وكمان هيتفضل معاهم فلوس كتير علشان يصرفوها. وفي الوقت ده بتسمع لاكي خطة هندريكس وبتتضايق جدا من اللي هو بيقوله، وبتتفاجئ لاكي لما بتشوف مهرجان استعراض للخيول موجود قريب منهم. فبتستغل لاكي إن عمتها مش واخدة بالها منها وبتروح للمهرجان، وهناك بتشوف لاكي عرض كبير للخيول، وبنشوف مقدم المهرجان اللي اسمه جرينجر، وبنشوف كمان بنته اللي اسمها برو واللي بتكون مشتركة في العرض ده. وبنعرف وقتها إن جرينجر بيمتلك اسطبلات كتير للخيول، وإن بنته برو ورثت عنه حبه للخيل. وفي الوقت ده بتلاحظ برو وجود لاكي وبتعرف إنها بنت ميلا لأنها شبهها جدا، وبتروح برو وبترحب بلاكي وبتديها الوشاح بتاع والدتها اللي هي كانت مدياهولها زمان. فبتفرح لاكي جدا بالوشاح ده، وبيبدأ جرينجر يقدم بنته برو اللي بتعمل استعراض جميل جدا بالحصان بتاعها. وبعد شوية بتوصل كورة لاكي وبتقول لها إنها قلقت جدا لما ما لقيتهاش جنبها وفضلت تدور عليها كتير. وبعدها بنشوف كورة ولاكي اللي ما بيكونوش عارفين مكان بيت جيم، وساعتها بيقابلهم ولد صغير اسمه سنيبس وبيكون معاه الحمار الصغير بتاعه، واللي بيعرض عليهم إنه يوصلهم للمكان اللي هم عاوزينه مقابل سنت واحد بس. فبتوافق كورة وبتديله السنت وبتسأله عن بيت جيم، فبيقول لها سنيبس إن هو هيوصلهم ليه، ولكنه بعدها بيشاور لهم على بيت معين وبيقول لهم إن هو ده
البيت اللي هم بيدوروا عليه. وفي الوقت ده بتيجي أخت سنيبس الكبيرة اللي اسمها أبيجيل، واللي بترمي الحبل بتاعها عليه وبتربطه بيه، وبعدها بتنزل أبيجيل من على الحصان بتاعها وبتاخد من سنيبس السنت وبترجعه الكورة وبتعتذر لها على استغلال أخوها ليهم. وبتتعرف أبيجيل على لاكي وبتقول لها إن والدتها مشهورة هنا جدا وبترحب بيها في البلدة بتاعتهم. ولما بتسمع أبيجيل المقدم جرينجر وهو بينادي على اسمها بتروح تودع لاكي بسرعة علشان تلحق دورها في مهرجان الخيول وبتسيبهم وبتمشي. وفي الطريق لبيت جيم بتفضل لاكي تتكلم مع عمتها كورة عن حبها المفاجئ للخيل، وبتقول لها إن هي لما شافت بنتين صغيرين في سنها راكبين خيول في المهرجان حبت الموضوع. ولكن وقتها بتغير كورة الموضوع لأنها ما بتكونش عاوزة لاكي تتعلق بحب الخيل زي والدتها، خصوصا إنهم معتبرين إن حب الخيل ده كان السبب في موت ميلا، وده لأنها وثقت في الحصان بتاعها جدا لكنه خانها ووقعها وتسبب في موتها. وبمجرد ما بيوصلوا كورة ولاكي للبيت بيلاقوا جيم في استقبالهم، واللي بيرحب بيهم وبيدخلهم للبيت وبياخد لاكي وبيطلعها الدور العلوي علشان يوريها اوضتها. وبيكون جيم عامل لبنته لاكي اوضتها كلها بورق حائط عليه ثمار الفراولة، وده لأنه عارف إنها بتحبها من صغرها. ولما بيشوف جيم الوشاح مع لاكي بيسألها هي جابته منين، فبترد عليه لاكي وبتقوله إن صديقة والدتها هي اللي اديتهولها. فبيقول جيم للاكي إنها كبرت وبقت شبه والدتها جدا. وأثناء ما هم بيتكلموا بيسمعوا صوت كورة وهي بتصرخ، وده لأنها شافت فار. فبيسيب جيم بنته لاكي وبيروح يطمن على كورة. وفي الوقت ده بتفتح لاكي شنطة هدومها علشان تبدأ ترتبهم في الدولاب، ولكنها بعدها بتتفاجئ لما بتشوف إن في فتحة صغيرة في الدولاب واللي بيكون باين من وراه أوضة سرية. فبتزق لاكي الدولاب وبتلاقي فعلا أوضة سرية موجود فيها كل هدوم وأدوات والدتها ميلا. وبتشوف لاكي إعلانات قديمة لوالدتها أيام ما كانت بتقدم استعراضات للخيول، وساعتها بتفك لاكي شعرها وبتسيبه يتفرد، وبتفرح جدا لما بتحس إنها بقت شبه والدتها في الصور. وبتفرح لاكي أكتر لما بتسمع صوت صهيل الحصان اللي شافته وهي راكبة القطر. وبتروح لاكي تفتح الشباك وبتلاحظ إن الصوت جاي من مكان قريب منهم. فبتنزل لاكي من أوضتها بسرعة وبتروح للمكان اللي فيه الحصان، وهناك بتلاقي اسطبل وجنبه مكان واسع حواليه سور مخصص للخيول. وفي الوقت ده بتسمع لاكي صوت الحصان وهو جاي من جوه الاسطبل، وبيكون واضح على الصوت إن في ناس بتعذبه. وفي الوقت ده بتعرف لاكي من برو إن الاسطبل ده بتاعهم، وإن والدها جرينجر مأجره لمجموعة من الصيادين. وفجأة بيتفتح باب الاسطبل بقوة وبيخرج منه الحصان، وبيكون هندريكس راكب عليه، وبيجري الحصان لحد ما بيوقع هندريكس من فوقيه. وبيكمل الحصان جري وبيفضل يقرب في اتجاه هندريكس علشان يخبطه، ولكن بيقدر هندريكس انه يلحق نفسه بينط من فوق السور على اخر لحظة. واللي لما بيشوف لاكي قدامه بيقول لها ان هو نصحها قبل كده تبعد عن الخيول لانهم خطر جدا. وبعدها بيتجمع هندريكس هو وعصابته وبيحاوطوا الحصان تاني بالحبال وبيقدروا انهم يمسكوه، وبيبداوا يشدوه ويعذبوه علشان يجي معاهم. وفي الوقت ده بتكون برو راحت تنادي لوالدها جرينجر وبتقول له على اللي هندريكس وعصابته بيعملوه في الخيول. فبيجي جرينجر وبيزعق لهندريكس هو وعصابته وبيقول لهم ان هو مش هيسمح لمستأجرين زيهم يعذبوا الخيل. فبيتحرج هندريكس هو وعصابته من جرينجر وبيعتذروا له. وبعدها بيقول هندريكس لعصابته انهم لو قدروا يروضوا الحصان ده هيقدروا يبيعوه بفلوس كتير، وبيتفق معاهم انهم هيكملوا خطتهم بكره وبيربطوا الحصان في السور وبيمشوا. وبعد ما بيمشوا بتفك لاكي الحبل اللي الحصان مربوط بيه، وساعتها بتقرر لاكي انها تسميه سبيريت. وبتقعد لاكي مع برو وبيفضلوا يتكلموا وبيتصاحبوا على بعض. وبعدها بترجع لاكي على البيت، وبيجي الليل وبتكون لاكي قاعده بتتعشى مع والدها وعمتها. وفي الوقت ده بيشوف جيم صوره والده مع السنجاب، وبتكون لاكي فاكره ان والدها هيتضايق من اللي حصل لوالده بسببها، ولكن الغريب ان جيم بيفضل يضحك على الصوره. فبتنتهز لاكي فرصه انه بيضحك وبتقوله ان هي عايزه تربي حصان. فبيتضايق جيم جدا خصوصا لما بيعرف ان لاكي قصدها على الحصان البري المتمرد اللي موجود في الاسطبل القريب منهم. وساعتها بيرفض جيم طلب لاكي وبيقول لها ان هو رافض وجود اي حصان في حياتها، وده لان هو لحد دلوقتي مش قادر ينسى اللي حصل لوالدتها زمان. فبتتضايق لاكي جدا من رد فعل والدها وبتسيبه وبتطلع اوضتها. وفي تاني يوم بتصحى لاكي وبتخرج من البيت وبتروح للاسطبل علشان تشوف سبيريت. وفعلا بتوصل لاكي عند الاسطبل، وهناك بتقابل برو اللي بتفضل تتكلم معاها عن الخيل، وبتقول لها ان الخيول البريه محتاجه تدريب خاص وصبر، وان هي لازم تظهر لسبيريت ان هي واثقه فيه علشان يتعودوا على بعض ويكون مطيع ليها، لان الخيول بتحب ان صاحبها يكون واثق فيها جدا. وبعدها بتروح لاكي تدي لسبيريت بطاطسايه علشان ياكلها ولكنه بيرفض. وساعتها بتيجي ابيجيل وبتدي لاكي تفاحه وبتنصحها انها تجرب تاكل سبيريت تفاح، وفعلا بياخد سبيريت التفاحه من لاكي وبيظهر انه بيحب التفاح جدا. فبتفرح لاكي جدا لان سبيريت رضي اخيرا ياكل من ايديها. ولما بتروح لاكي بتلاقي صندوق تفاح قدام البيت واللي بيكون جيم جمعه من الحديقه بتاعتهم. فبتاخد لاكي التفاح من الصندوق وبتروح لسبيريت وبتاكله، وبتفضل لاكي طول الليل تاكل سبيريت من التفاح ده. وبيظهر وقتها على سبيريت انه سعيد
بعيد جدا من اهتمام لاكي بيه. وبالليل بنشوف لاكي وهي قاعدة مع أصدقائها برو وأبيجيل، وبنروح بعدها لهندريكس وبنشوفه وهو واقف بعيد، واللي بيكون بيراقب لاكي وأصدقائها وبيشوف طريقة تعاملهم مع الحصان، وبيفهم إن الحصان بدأ يحب لاكي. وفي تاني يوم بتركب لاكي على ظهر سبيريت لأول مرة، ولما بيفتح سنيبس باب الحظيرة بيجري سبيريت وبينطلق بسرعة بلاكي، وبيفضل سبيريت يجري بيها ناحية الجبال. وساعتها بتقرر برو هي وأبيجيل إنهم ينطلقوا بالخيول بتاعتهم ورا لاكي علشان ينقذوها. ومن ناحية تانية بيقلق سنيبس على لاكي وبيقرر إنه يروح يبلغ والدها جيم باللي حصل. وفعلا بيروح سنيبس وبيقول لجيم إن الحصان أخد لاكي وجري ناحية الجبل، فبيتخض جيم هو وجرينجر وبينطلقوا بسرعة في اتجاه الجبل علشان يروحوا ينقذوا لاكي. وبنروح وقتها لاكي وبنشوفها هي وسبيريت اللي بيفضل يمشي بيها فوق منحدرات الجبال، وبنشوف أصدقائها برو وأبيجيل وهم وراها، واللي بيفضلوا يدوها تعليمات علشان تحافظ على توازنها. واللي لما بيلاحظوا إن باقي المنحدر مكسور بيطلبوا من لاكي إنها تنط من على سبيريت بسرعة عليهم علشان ينقذوها. وفعلا بتنط لاكي وبتلحق نفسها على آخر لحظة، وبيكمل سبيريت طريقه من غيرها. وفي الوقت ده بيوصلوا جيم وجرينجر لمكانهم، وبيكون جيم قلقان جدا على بنته لاكي وبيفضل يعاتبها لأنها ما سمعتش كلامه. وبياخدها جيم على البيت وبيكمل عتابه ليها وبيقول لها إن هي عنيدة جدا، وعلشان كده هو قرر يرجعها لجدها جيمس من تاني. فبتحزن لاكي جدا من والدها وبتقوله إن هو كده بيتخلى عنها للمرة التانية، وبتسيبه وبتطلع أوضتها وهي حزينة. وبالليل بتتسحب لاكي من ورا والدها وعمتها وبتخرج بره البيت وبتاخد معاها تفاح وبتروح ناحية الغابة، وبتمشي في اتجاه شريط السكة الحديد لحد ما بيقابلها سبيريت هو وعيلته وبيتجمعوا حواليها. فبتديهم لاكي التفاح اللي معاها وبتأكلهم، وبيظهروا وقتها الخيول وهم مبسوطين جدا. ولكن فجأة بيجي هندريكس هو وعصابته ومعاهم حبال علشان يصطادوهم بيها، فبتحاول لاكي إنها تمنعهم ولكن هندريكس بيزقها. وفي الوقت ده بيوصل القطر وبيبدأ هندريكس هو وعصابته يشحنوا الخيول في العربات وبيقفلوا عليهم، ولكنهم مش بيعرفوا يمسكوا سبيريت. وقبل ما يمشوا بتسمعهم لاكي وهم بيقولوا إنهم مسافرين بالقطر لحد المينا علشان يهربوا الخيول بسفينة نقل البضايع. وفعلا بيمشي القطر بالخيول وبترجع لاكي تاني للقرية، وبيكون معاها سبيريت لأنه واثق فيها إن هي هتساعده وهترجع له عيلته. وبتروح لاكي للاسطبل بتاع جرينجر، وهناك بتلاقي برو وبتبدأ لاكي تحكي لها عن خطف هندريكس للخيول، وبتقول لها إنهم لازم يرجعوهم تاني قبل ما يوصلوا بيهم لسفينة نقل البضايع. فبتطلع برو الخريطة وبتقول للاكي إن المينا بعيد جدا عنهم، وإنهم لو راحوا ورا القطر مش هيلحقوهم. وساعتها بتفتكر لاكي دروس الفيزياء اللي ما كانتش بتحبها وبتكتشف إنها كان ليها لازمة. وفعلا بتحسب لاكي سرعة القطر مع المسافة والزمن، وبتقول لبرو إن القطر لازم يقف في استراحة كل 100 ميل، وبتشاور لها على المحطة اللي المفروض القطر هيقف فيها، واللي بتكون في مكان موجود فيه خزان مية كبير. وبتقول لاكي لبرو إنهم لو اختصروا الطريق لحد خزان المية ده من خلال الجبال هيقدروا يوصلوا للمحطة قبل وصول القطر. وبتحاول لاكي تفهم برو إنهم علشان يقدروا يخرجوا الخيول من عربات القطر لازم يكون القطر واقف. وفي الوقت ده بتجيلهم أبيجيل وبتعرف منهم اللي حصل وبتسمع خطتهم. وبالرغم من إن برو وأبيجيل بيكونوا مترددين في الأول من إنهم يساعدوا لاكي، إلا إنهم بيوافقوا في الآخر علشان ما يسيبوهاش تروح المغامرة الخطيرة دي لوحدها. وفعلا بيروحوا هما الاتنين معاها بالخيول بتاعتهم، وبتكون لاكي راكبة على سبيريت وبيتجهوا كلهم ناحية الجبال، وبيوصلوا لهضبة عالية تحتها وادي كبير، وبيكون في جسر بيربط بينها وبين هضبة تانية. ولما بيلاقوا إن الجسر ده متهالك وبينهار بيجربوا إنهم ينطوا بخيولهم من مكان تاني أقرب. ولما بيجي الدور على لاكي وبتنط بسبيريت ما بيقدروش إنهم يوصلوا للناحية التانية وبيقعوا هما الاتنين في الوادي، ولكن لحسن الحظ ما بيحصل لهمش أي حاجة. وبعد شوية بيقدر سبيريت إنه يطلع تاني من الوادي، وبعدها بيوصلوا لطريق عبارة عن صخور جبلية ضيقة وخطيرة جدا. ولكن لاكي بتثق في سبيريت اللي بيبدأ يعدي من فوق الصخور الضيقة دي بحذر شديد، فبيتشجعوا برو وأبيجيل وبيعملوا زي لاكي بالخيول بتاعتهم، وفعلا بيقدروا كلهم يعدوا من المكان ده. وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا المكان قريب من خزان المية، وبيفرحوا كلهم جدا وبيقرروا إنهم يخيموا هنا طول الليل، وفي تاني يوم يروحوا عند خزان المية على ما يكون القطر وصل لهناك. ومن ناحية تانية بنشوف جرينجر وهو داخل الاسطبل بتاعه، واللي بيلاقي سنيبس هناك، وبيعرف جرينجر إن برو وأبيجيل ولاكي راحوا يحرروا الخيول البرية من العصابة اللي سرقتهم. فبيقلق جرينجر على بنته وبيروح بسرعة لجيم في بيته وبيقول له إن بناتهم في خطر وبيحكي له على اللي حصل. فبيقلق جيم جدا على بنته وبيروح يفتح مخزن جنب بيته، وفي المخزن ده بيكون جيم مصمم عربة قطر سريعة جدا، وكمان بيكون مسميها ميلا على اسم زوجته. وفعلا بيبدأوا هما الاتنين يتحركوا بالعربة وبينطلقوا بسرعة علشان ينقذوا بناتهم. وفي تاني يوم بتسمع لاكي صوت القطر وهي نايمة، فبتقوم بسرعة من النوم وبتلاقي سبيريت بيجري ناحيته، فبتفهم لاكي إن القطر وصل قبل ميعاده، وبتصحي برو وأبيجيل وبينزلوا يجروا كلهم ناحية القطر. ولكن للأسف بيكون هندريكس شاف سبيريت وبيأمر عصابته إنهم يمسكوه بالحبال ويشحنوه معاهم على القطر. وفعلا
بيعملوا كده وما بتلحقش لاكي وأصدقائها إنهم ينقذوا الخيول لأن القطر بيتحرك بسرعة، وساعتها بتحس لاكي باليأس جدا، خصوصا إن سبيريت اتمسك هو كمان. ولكن وقتها بيشجعوها أصدقائها وبيعرفوها إنهم لسه قدامهم فرصة يروحوا على المينا بسرعة ويلحقوا القطر هناك. فبتتشجع لاكي وبتروح هي وأصدقائها للمينا، وهناك بيلاقوا القطر وكمان سفينة نقل البضايع. وفعلا بتقدر لاكي إنها تطلع فوق القطر وبتدخل العربة اللي فيها سبيريت وبتقدر تحرره، ولكنهم للأسف بيكتشفوا إن باقي الخيول خلاص اتشحنوا على السفينة. فبتطلع لاكي بسبيريت فوق رافعة عالية جدا وبتنط من فوقها على السفينة. وفي الوقت ده بيكونوا جيم وجرينجر وصلوا بالعربة للمينا، ولما بيشوف جيم بنته لاكي وهي بتنط فوق السفينة بالحصان بيقلق جدا، خصوصا إن السفينة بتكون خلاص اتحركت. ولكن وقتها بيقرر جيم إنه ما يتخلاش عن بنته تاني، وبيروح هو وكورا وجرينجر وبياخدوا قارب وبيجدفوا بيه ورا السفينة. وفي الوقت ده بتكون لاكي قاعدة بتدور على المكان اللي العصابة حابسين فيه الخيول، وفعلا بتقدر لاكي إنها توصل له وبتحرر كل الخيول. ومن ناحية تانية بيكون هندريكس هو وعصابته بيحاولوا يمسكوا سبيريت بالحبال بتاعتهم، ولما بيقدر هندريكس إنه يكتفه بالحبال بتركب لاكي فوق سبيريت وبتجري بيه ناحية هندريكس وبيوقعوه في البحر. وساعتها بتلاحظ لاكي وصول جيم وكورا علشان ينقذوها، فبينط سبيريت بلاكي في البحر وبينط وراه باقي الخيول. ولما بينط جيم في المية علشان ينقذ لاكي بيتفاجئ لما بيلاقي سبيريت بيرفعهم هما الاتنين من تحت المية وبينقذهم لحد ما بيوصلوا كلهم للشاطئ. وهناك بيكونوا الخيول كلهم فرحانين، وساعتها بتعتذر لاكي لوالدها اللي بيعتذر لها هو كمان، وبيقول لها ان والدتها لو كانت عايشة كانت هتعمل زيها بالظبط، وبيعرفها ان هو فخور جدا بيها وبيحضنها. وبعدها بيروحوا جيم وجرينجر وبيكتفوا هندريكس علشان يسلموه للشرطة. واخيرا بتروح لاكي وبتودع سبيريت هو وباقي الخيول بعد ما بيوصلوهم للغابة علشان يسيبوهم يعيشوا هناك وسط الطبيعة. وبتروح لاكي وبتحضن سبيريت وهي بتدمع. ولما بترجع لاكي للبيت بتقول لها عمتها كورا ان الاجازة خلصت وانها بتحضر الشنط علشان يرجعوا تاني للمدينة، وساعتها بتطلب لاكي منها انهم يروحوا مهرجان الخيل الاول. وفعلا بتوافق كورا وبتلبس لاكي فستان والدتها وبتتمشى مع والدها اللي بيقول لها ان المهرجان ده كان المفضل عند والدتها. وفي المهرجان بيطلع جيم على المسرح وبيقول لبنته لاكي انه ممكن يكون اتخلى عنها زمان، لكنه بيوعدها انه مش هيقدر يتخلى عنها تاني، وبيطلب منها انها تفضل عايشة معاه. فبتوافق لاكي انها تفضل معاه، وبيفرحوا كل الموجودين بالخبر ده. وبيفضل جيم يغني لبنته لاكي اللي بياخدوها باقي البنات وبيرقصوا كلهم سوا. الملخص ده بصوت لميا نجيب، وكتبه ومنتجه باسم أحمد. وما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب على قناة تون ستوري على اليوتيوب. وبس كده، سلام.